فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضاه. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى فلربما. اهلا وسهلا غاليات، صافاش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتلاقاو فيديو جديده، نهار جديد وروتين جديد. روتين يوم الاحد ان شاء الله يوصلكم يوم الاثنين، ونتمنى يا ربي يوصلكم وانتم في احسن الاحوال. بالنسبه ليا نهار الاحد فكنحاول نقضي فيه بزاف ديال الاشغال في البيت ديالي، باش هكا تبقى عندي الدار على طول الاسبوع منظمه. كما كنعرفوا التنظيم مهم في الحياه ديالنا، هكا كيخلينا اننا نخدموا الاشغال ديالنا باريحيه عكس العشوائيه تماما. نهاري بديتو من بعد ما فطرت انا والوليدات، دخلت مباشره للكوزينه، عجنت العجينه ديال الخبز حيت ما بقاليش خبز الدار، وجيت غادي نخمل بيت الجلسه نفرش الزربيه. مع دابا الجو بدا كيبرد والوليدات كيلعبوا في الارض، فعرفتي كيضرني خاطري، قلت صافي نفرشها، مع العلم اني مبغيتش نفرشها دابا حيت اللون ديالها باش دغيا كيبان فيها الوسخ. ولكن انا وليت غدا بواحد السيستم انني ما بقيتش كناكل كاع في بيت الجلسه. المهم انا عندي صالون بيت الجلوس، المهم هنا فين كنجلسوا وكنتفرجوا. الماكله اللي منعتها مؤخرا اننا نولو ناكلوا في صاله مونجي. صراحه انا اللي كان فيا الديفو من هذه شحال، حيت كل مره فين كنا كناكلوا، مره كناكلوا في بيت الجلاس، مره ناكلوا في سيجور، مره ناكلوا في صاله مونجي. فالوليدات مشاو على هذا السيستم هذا، فمؤخرا وليت كنعلمهم انهم اي حاجه بغاو ياكلوها في صاله مونجي، باش هكا تولي عندي الدار نقيه، ما نبقاش تابعه داك الفرتيت، تابعه الروينه. راكم عارفين اختي راه الصحه اللي كتمشي، راه الوليدات غادي يكبروا ما شاء الله، الله يحفظهم لينا، ولكن حنا اللي صحتنا كتمشي فننظموا اختي شويه الوليدات، نعلموهم النظام. راه داكشي اللي كتمشي عليه وليداتك من الصغر كيمشيو عليه دائما وابدا. فكيف ما قلت لكم فرشت الزربيه وخملت، درت واحد التنظيف خفيف، فقط انني شطبت تحت من الستادر، جففت صافي، يعني ما درتش داك التنظيف العميق، حيت يلا خملت بيت الجلاس. وجيت مسحت النبته الاصطناعيه اللي صراحه ما نقول لكم شحال لقيت فيها ديال الغبره راه هز قلبي كما كيقولوا. عرفتي البنات اي حاجه كتجيبيها لدار كديكور الا وكيجمع لك الخمله وكيجمع لك الغبره. واللي عنده الحساسيه فضروري مره هكا زويف، وضروري يتمسحوا لي فوطو ديكورات، حيت فعلا كيهزوا الغبره. فما نعاود لكم شحال لقيت، ما شاء الله. صافي البنات رصيت كل حاجه بلاصتها. هذا هو الصالون ديالي المتواضع. ان شاء الله غادي نمشي عند النجار باش غادي نشوف الطبيله، بغيت ندير طبيله دايره وشكون في اللون ديال السدادر واللون ديال الكوان. المهم هذا هو الشكل النهائي كي جاكم الصالون ديالي المتواضع. شوفوا انا غادي نقرب لكم الزربيه. عرفتي هذه الزربيه هذه راه دغيا البنات كيبان فيها الوسخ، وصراحه هذا الشكل هذا ديال الزرابي ما صدقش، مع العلم انني خديتها وقيله 100 درهم للمتر. مهم صراحه ما صدقاتش، ولكن مهم كيقول لك قدي بنعله حتى يجيب لها الصباط. الله يجيب لنا اختي شي زربيه جديده ان شاء الله. صافي البنات عاوتاني رجعت للكوزينه ندير الغديوه ونطيب الخبز. غير هو قبل ما غنطيب بانت لي البوطه مسخه، تهرق لي اتاي، قلت ضروري اختي نقيها ما يمكنش نطيب عليها وهي مسخه. المهم شكون بحالي. صافي البنات درت داك البرودوي ديال مستر بي، هو اللي انا مرتاحه له دابا حاليا. هذاك اسبيروك صراحه ما كنحملوش بزاف، حيت فين ما كنخدم به كتشدني الشقيقه، فما كنصحش هكا الاخوات اللي عندهم الحساسيه، حيت فعلا ما يصلحش لموالي الحساسيه. صافي البنات غادي نمسح البوطه وغادي نطيب المريقه ديال اليوم، تكون مريقه في الكوكوط، وغادي نعجن الخبيز. غادي نصاوب لهم واحد الكيكه اللي صراحه كنت غنصاوب لهم لي كاب كيك، ولكن درت داك الخليط شويه كما كنقولوا نورمالمون لي كاب كيك كيكون الخليط ديالهم عاقد شويه. المهم انا درتو خفيف فما صلحليش فدوك ديال السيليكون،
دوك المولات ديال السيليكون صافي كان الخليط غيضيع لي كامل، فقلبتها في واحد المول ديال الزاج. غادي نصاوب كيكه. المهم الخبيز طاب. شوفوا البنات شكون بحالي فين ما كنطيب الخبز كيبغيو الدراري ياكلوه سخون. المهم هادو هما المولات البنات، راه ديجا كنصاوب بهم لي كاب كيك كيصدقوا ليا، ولكن هاد الخطره درت الخليط شويه خفيف ما صدقوليش، فكان غيضيع لي الخليط كامل، وليت رديتها كيكه كيكه عاديه. هنا غادي نزيد بطاطا في الكوكوط. المهم ما بغيتش نسد عليها حيت بطاطا حلوه، عرفتي البنات الا سديتي عليها كتهرهر. وجيت نشارك معكم اللون ديالها. راه كاين بطاطا حلوه اللي كيكون اللون ديالها هكا بحال غادي البرتقالي، وكاين اللي كتلقايها بيضه. صافي البنات غادي نشعل عليها البوطه، مع العلم انني ما سديتش الكوكوط ومع ذلك يا البنات تهرهرات، عرفتي جات بحال الحريره. المهم ماشي مشكل، ليسونسيال هو انها بنينه. راه درت بطاطا عرفتي كبيره والله، غير وحده وتبارك الله كبيره، ودرت بطاطا عاديه ودرت خيزو. صافي وحطيت لهم شويه ديال الدسر. وهذا هو الخبيز ديالنا، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. وفي نفس الوقت البنات اختي راه حداقيت هاد النهار هذا. درت كيكه كما قلت لكم في الوقت غنصاوب لي كاب كيك، ولكن من شفت الخليط غادي يخسر لي، رجعتها كيكه. جات بنينه سيرتو البنات، مع درت فيها دانون ديال البنان ومع الكاكاو والمر وهذوك لي بيبي شوكولا درتهم من الفوق. عرفتي جات بنينه. ان شاء الله شي نهار وغادي نعاودها معكم، حيت فعلا جربوها راه عرفتي ما خلاوش ليا فيها الوليدات. زعما بغيت نخليها ليهم نهار الاثنين يديوها. المهم راه بقى منها، ماشي ما بقاش منها، ولكن تبارك الله كلاوه. انا تغديت الوليدات، تغديت انا وياهم، وجيت اختي بيتهم حتى هو جمعتوه ليهم كان مرون، وغادي نرتاح فيه شويه حيت كيعجبني هكا بنهار نجي نرتاح فيه، مع كيجيني شويه مظلم صافي كنطفي الضو بحال هكا وكنرتاح كنتفرج ولا كندير هكا شي حاجه. المهم كنحاول انني ندير واحد البوز اختي نرتاح. باقي في العشاء ان شاء الله غادي ندير روتين المسائي. وفي نفس الوقت غادي نعوم الدراري، حيت اليوم كنصور معكم روتين يوم الاحد. ان شاء الله غدا الاثنين نحطو لكم. صافي هذا ما كان. وبعدا قبل ما نحبس معكم لا فيديو باش نتلاقاو في العشيه، بغيت نقول لكم شكرا بزاف الاخوات اللي انضموا للقناه. 17 كا انا فرحانه الحمد لله انني واخيرا وصلت ل 17 كا. شكرا لاي اخت، كنتمنى دائما نكون عند حسن الظن. شكرا لكم بزاف. المهم الطابليه هذه حتى هي غنصبنها ليها ديال بنتي موسخه. المهم دغيا غتنشف. صافي هذا ما كان. دابا غادي نمشي اختي نرتاح شويه ونتلاقاو في العشيه. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضاه. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. كيف شفتوا خملت بيت الكلاس، صاوبت خبيز ديال الدار، درت ليهم الغديوه كيكه ومشيت نعست. ارتاحيت شويه، قلت لكم ما غاديش نعس ولكن نعست. اختي تقريبا واحد الساعه ارتاحيت فيها، نت اون فورم. طلعت للسطح هبطت الزرابي، كنت صبنت هاد الزربيه الزرقاء والزربيه ديال بيت النعاس راه يلا فرشتها وكنوسخ عليهم مول الدار. المهم هذوك صراحه كيجوني خفافين هكا في الصابون، واصلا دغيا كينشفوا. صافي دابا غادي نرصي السيجور حتى هو، وغادي ندوز لبيت النعاس. غادي نطوي واحد الكركبه ديال الحوايج، وغادي نبدل ليه حتى هو لوشين ديال المخاد، حيت راجلي فيه الحساسيه ضروري هكا مره كيخصني نبدل ليه لوشين ديال المخاد. مهم راكم عارفين اللي كيكون عنده الحساسيه راه صعيبه بزاف. درت الروتين المسائي ديالي، دخلت الكوزينه حتى هي مع شي 9، غسلت المعنات ديال الكوتي وجمول الدار كذلك تعشى. فكنحاول انني ما نمشي نعس، ما نمشي لبلاصتي حتى ندير الروتين المسائي ديالي باش هكا كتصبح عندي الدار نقيه. هاد النهار درت فيه شحال من حاجه، واخا غيبان لكم ما درت فيه حتى شي حاجه، ولكن فعلا درت بزاف ديال الحوايج. الطواليت حتى هي حاشاكم نقيتها، لافابو. مهم اي حاجه غترصى رصيتها باش هكا ان شاء الله ابتداء من الاثنين كل نهار غندير فيه حاجه اللي غادي يكون هكا تنظيم، باش هكا ما نستريسيش راسي،
مثلا الاثنين كندير فيه العنايه بالبشره ديالي، العنايه بنفسي، كنعطي وقت لراسي. مهم كل نهار كنحاول ندير فيه حاجه، وكنحاول انني نوازي ما بين انني نقرا مع وليداتي، نخدم معاهم، نلعب معاهم، نقضي معاهم وقت، وفي نفس الوقت ندير هكا وصفات الكوتي اللي غيديو معاهم كل نهار. وبالنسبه للاشغال اليوميه فكنحاول كل نهار كندير فيه حاجه. ما غاديش نقول لكم صافي درت الروتين يوم الاحد نقيت راه صافي الدار غادي تكون عندي نقيه على طول الاسبوع. لا، راكم عارفين الدار اللي فيها الوليدات راه من سابع المستحيلات، ولكن كتحاولي انك تنظمي شغالك على طول الاسبوع باش هكا تدوزي واحد الاسبوع اللي انت مرتاحه وكل نهار عارفه راسك شنو غادي تقضي فيه. هذا ما كان. المهم حاولت اني نغير عاوتاني شويه الديكور ديال السيجور. داك الفاز درتو في هذيك الطبيله اللي في السيجور، وصالامونجي ان شاء الله غادي ناخذ لها شي حاجه اخرى. المهم كان هذا هو الشكل ديال السيجور. المهم كنحاول كل نهار ندير لمسه هكا، والله الا كنحس براسي مرتاحه بحال شريت شي حاجه جديده. والله العلي العظيم القناعه، الله يعطينا القناعه والرضا اهم شيء. والانسان راه كيفرح غير من حاجه الى حولها من جهه لجهه كتحسي بواحد الراحه. هذا ما كان. وما نعاود لكم شحال طويت شي اختي ديال الحوايج، تقريبا راه جبت الماريو كامل، وعاد كانوا عندي الحوايج ديال الصابون جمعوا ليا مع الحوايج ديال الوسخ. وهذه حاجه ما ننصحكمش بها، فين ما تهبطوا الحوايج مصبنين حاولوا انكم تطويوهم في نهارهم، حيت من كتجمعيهم عليك صافي كيبدا يتجمع الوسخ مع النقا، فكتولي عندك واحد الكركبه. انا هاد القضيه هذه فيا مره صراحه كنعيا كنعجز كنخليهم كيتجمعوا، ايوا صافي كنوحل فيهم من بعد. المهم جلست عطيتهم الوقت واتاكيت الماريو، وجيت كما قلت لكم نبدل الغشيان ديال المخاد على وديت الزوج ديالي، الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين، سيرتو الناس اللي فعلا فيهم الضيقه. فالله يحسن العوان، واي حاجه كتجي الانسان فالانسان ضعيف، الله يشافي كل مريض. المهم كما قلت لكم بدلت الغشيان وغادي نجمع بيت النعاس، غادي ناسبيري باش يجي الزوج ديالي من الخدمه يلقاه نقي مرتب حتى هو الله يحسن العوان نهار كامل ديال التماره وديال الخدمه، فضروري يجي يلقى البيت نقي، ماشي يلقى الكركبه ديال الصابون ديال الحوايج. فحتى هادشي راه كيلعب على النفسيه. حاولت نديكوري شويه هكا وصافي مبدعه. صافي الكبيدات غادي نوجد لوليداتي الحوايج باش ندوش لهم. صافي وجدت الحوايج لريتاج رياض الفوطات ديالهم، وهذا جيل دوش عرفتي راه الريحه ديالو زوين، عرفتي وليداتي كيفرحوا ملي كنبغي ندوش لهم به. وهذا الشامبوان هذا اللي سولوني عليه البنات التخاضو راه زوين البنات، راه كنغسل غير وليداتي به ديال المشماش، الريحه ديالو زوينه عرفتي وافق ليا شعر وليداتي. هذا ما كان درت اختي الروتين المسائي للكوزينه. شوفوا هنا راه الحوايج الصابون تجمعوا عاوتاني، هذيك البوطه درتها بيا اليوم تقادات عرفتي البنات، تمحنت ما بين انني كنحول البوطه ديال الشوفول هنا كنطيب بها، وليت عاوتاني حولتها باش دوشت الوليدات تيجي راجلو غادي يمشي ياخذها. صافي رصيت كل حاجه في كوزينتي، حاولت انني نمشي لبلاصتي وانا عارفه بان داري نقيه كل حاجه شاده بلاصتها. هنا راه هي الغد اللي ديال اليوم الاثنين هكا بغيت نبارطاجي معكم الكوتي ديال بنتي اللي ديت ليها هذا الصباح هذا المدرسه. صوت لها الرمان وعطيتها دانون وعطيتها كيكه. هذا ما كان. المهم البنات كنحاول كل نهار كنعطيهم حاجه، كنحاول نقص لهم هذيك السقاطه ديال الزنقه. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. اللي وصلت حتى لهنا ما تنسينيش من اللايكات ديالك ومن لي كومونتير الزوينه ديالكم. احبكم في الله، مع السلامه.